باللوائح، بلوائح الفيفا ولوائح الكاف، وحط تحتيها مليون خط. الزمالك بره افريقيا، الزمالك مش طايل لا وز ولا بط، والفاسد المجاهد بيتشال ويتحط. امبارح 31 مايو، النهارده يوم جديد 1 يونيو. خطابان رسميان وصل إلى الاتحاد المصري لكرة القدم من الاتحاد الإفريقي الكاف. الخطاب الأول بيشمل إنذار واضح تمام الوضوح بأنه لم يحدث أي تعديل في اللوائح ولا تأجيل للمواعيد، ولن يحدث أي مجاملات لأي نادي منحرف. وفي الخطاب نفسه تهديد وإنذار شديد اللهجة للاتحاد المصري إن أي مخالفة من الاتحاد بإرسال رخصة لنادي غير مطابق للوائح سيتم استبعاد النادي بطولتين، وغرامة للنادي 10,000 دولار، وغرامة للاتحاد 10,000 دولار، ولو اتكررت إيقاف للاتحاد. الخطاب الثاني مهم جدا جدا جدا، ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم ومن خلفه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا هيراجعوا بمنتهى الدقة الاموال اللي استخدمها اي نادي لدفع مخالفاته او دفع غرامات او دفع الديون اللي عليه، وان استخدام اي نادي لاموال غير معروفة المصدر، لاموال مشبوهة، لأموال جاية من الغسيل القذر، الأموال دي غير موجودة في ميزانية النادي الرسمية. كل العقوبات السابقة هتتم ويستبعد النادي مرتين، وغرامة 10,000 دولار، وغرامة للاتحاد. امبارح 31 مايو كان آخر موعد رسمي حدده الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ووراء الكاف لنادي الزمالك لدفع الغرامات والعقوبات المقررة ضده للأندية واللاعبين والمدربين اللي نصب عليهم خلال آخر 6 سنوات. وصدرت من الاتحاد الدولي من الفيفا قرارات نهائية بغرامات وإيقاف قيد على نادي الزمالك. لغاية امبارح الساعة 12 بالليل نادي الزمالك لم يفعل شيئا واحدا لحل الأزمة، وكل قضايا إيقاف القيد 18 لسه موجودة زي ما هي على صفحة الفيفا. وبالتالي وفقا للائحة، وحط تحت اللائحة مليون خط، سيمنع الزمالك من الحصول على أي رخصة من الاتحاد المصري الفاسد لكرة القدم، ولن يسمح للزمالك بالاشتراك في البطولات القارية للكاف، سواء كانت الكونفدرالية الهزيلة البطولة المفضلة للزمالك حيث يلعب الوز والبط، أو دوري الأبطال البطولة الكبيرة اللي الزمالك ما يعرفش عنها حاجة خالص، واللي ما فيش زملكاوي عايش على ظهر الكوكب كان بيفهم في الكورة لما الزمالك فاز بيها آخر مرة من 25 سنة. مصر لها مكانين في الدوري الأبطال البطولة الكبيرة، ومكانين في الكونفدرالية. الأزمة اللي كانت بين نادي سيراميكا ونادي زيت كده هتتحل، والاتنين هيروحوا مع بعض الكونفدرالية، سيراميكا وزيت يروحوا مع بعض وما يبقاش فيه أي مشكلة. نروح لقمة النجاح في مصر، لقمة اللعب النظيف، لقمة الأندية. نروح للأهلي، ومن فضل الله زي ما كل الصحف العالمية نشرت، الأهلي بين أكتر 10 أندية في كأس العالم عنده لاعبين بيمثلوه في المونديال، ومن فضل الله 9 من لاعبي الأهلي هياخد فلوسهم من الفيفا بنسبة 100%، والعاشر حمزة عبد الكريم الفلوس هتتوزع بالنص بين الأهلي وبين برشلونة. كل لاعب
من اي نادي بيتواجد في كاس العالم بياخد، نادي بياخد فلوس عن كل يوم بيقضيه في كاس العالم. منتخب مصر لو لم يتخطى الدور الاول، بس ان شاء الله يتخطى الدور الاول، انما لو لا قدر الله منتخب مصر خرج بعد الدور الاول هيتحسب الفلوس لغايه يوم 30 يونيو 2026، وبالتالي نادي الاهلي هياخد 3.5 مليون دولار من الفيفا لو منتخب مصر ما تخطاش الدور الاول. لو منتخب مصر تخطى الدور الاول ووصل الى دور ال 32، وخدوا بالكم بيتاهل حتى ثالث المجموعات، في ثالث الاول والثاني اوتوماتيك، وثالث المجموعات بيتاهل منهم مجموعه الى الدور الثاني. لو منتخب مصر تاهل الرقم هيزداد من 3.5 مليون دولار الى 4.1 مليون دولار للنادي الاهلي. ولو المنتخب مصر وصل لدور ال 16 في مفاجأة ومعجزة، ساعتها منتخب النادي الأهلي هياخد 4.7 مليون دولار من الفيفا. فلوس الأهلي هتزيد مع كل دور الأهلي بيتخطاه من فضل الله. كل الزملكاوية بيشجعوا ضد المنتخب، كل الزملكاوية بيتمنوا الشر للمنتخب، وده حاجة بتخلينا سعداء إن ربنا هيكرمنا، لأن دول المفروض إن هم ربنا يكرمهم، فطالما هم ضدنا يبقى ربنا هيكرمنا، وفلوس الأهلي هتزيد من دور لدور، والحسابة بتحسب من فضل الله. على فكرة امبارح نادي راسينج سانتاندير الاسباني اجرى الكشف الطبي التام للاعب الاهلي المعار بلال عطيه، وتم النجاح التام في الكشف الطبي. كان عامل جراحه من 3 شهور، وبعد نجاحه في الكشف الطبي من فضل الله حضر مباراة كادش ضد راسينج سانتاندير ووقع العقد تماما، والنادي الاهلي وقع عقد الاعاره لنادي راسينج سانتاندير. بالتالي النادي الاهلي هياخد 600 الف دولار من نادي راسينج سانتاندير الاسباني نظير الاعاره دي. حط الفلوس دي على الملايين اللي داخله لنا باذن الله باذن الله من المشاركه في كاس العالم. الاهلي كمان هيجيله 150 الف دولار من نادي برقان الكويتي، لان الاهلي وافق على احتراف 3 من لاعبي الفريق الأول لكرة اليد مع نادي برقان الكويتي في نهائيات كأس الأندية الآسيوية الأبطال في شهر يونيو على سبيل الإعارة. الحارس عبد الرحمن حميد ومعاه نبيل شريف ومحسن رمضان، ال3 هيحترفوا بس خلال البطولة على سبيل الإعارة ويرجعوا للنادي الأهلي تاني ما شاء الله، نظير 50 ألف دولار لكل لاعب منهم لصالح النادي الأهلي. الحمد لله الخير كتير، والنادي الأهلي مصاريفه كتير، والحمد لله الحمد لله سياسة نادينا على أعلى مستوى. فعلا تم الاتصال بوائل جمعة. وائل جمعة المدافع الأيقوني الأسطورة في النادي الأهلي من سنة 2000 لسنة 2014. هذا المدافع اللي حقق مع النادي الأهلي كل البطولات الممكنة، واللي بيتألق الآن على شاشة قناة بي إن سبورت كرمز لنجوم كرة القدم المصريين على شاشة بي إن سبورت. هو اللي رافع راسه هو وابو تريكة، الاثنين دول تميز غير طبيعي على الشاشة. كل مصري بيتابع بي إن سبورت ويبقى مستني وائل جمعة أو محمد أبو تريكة. فعلا إدارة الأهلي استطلعت رأي وائل جمعة في أنه يعود إلى مصر ليتولى منصب مدير الكرة في النادي الأهلي مع المدير الفني الأجنبي الجديد اللي الأهلي هيتعاقد معاه الشهر المقبل. وائل جمعة ابن النادي الأهلي المخلص للنادي الأهلي على طول وافق بدون تردد، ومتحمس كمان للشغلانة دي، وخصوصا أنه هو اشتغلها قبل كده، فور اعتزاله اشتغلها قبل كده، لكن ما كانش فيه توفيق في الفترة دي لأن ما كانش فيه نجوم وما كانش فيه استقرار إداري. وائل جمعة عنده ارتباطات كتيرة مع قناة بي إن سبورت، والمفروض إن شاء الله هيلقى الدعم من المسؤولين في القناة لعودته إلى مصر لتولي المهمة بإذن الله. كل التوفيق لنجمنا الكبير وائل جمعة أينما ذهب.
منتخب مصر امبارح ادى تدريبه الاول في الولايات المتحده في اوهايو. النهارده بيؤدي تدريبه الثاني. التدريب على فكره الساعه 1 صباحا بتوقيت مصر، اللي هي 5 مساء بتوقيت اوهايو، ولكن فارق كبير في التوقيت. منتخب مصر اتمرن امبارح والنهارده بيعمل تدريب تاني. منتخب مصر عنده بعد 5 ايام مباراه البرازيل الوديه في اوهايو. بالمناسبة البرازيل فازت وديا امبارح على بنما 6-2، لكن الحمد لله احنا احسن من بنما، والحمد لله المفروض ان حسام حسن عنده ما شاء الله اساليب دفاعية جيدة، وشفناه في ماتش اسبانيا ضد اسبانيا في برشلونة وتعادل 0-0. مشهد اكتر من رائع في منتخب مصر. كلنا عارفين ان حمزة عبد الكريم 18 سنة المعار للاهلي لبرشلونة هو اصغر لاعب مصري واصغر لاعب عربي يشارك في تاريخ نهائيات كأس العالم من 1930 لغاية النهارده. نظرا لصغر سنه فهو محتاج اللي يحتويه، محتاج اللي يساعده. 2 من كباتن مصر هم اكبر كابتنين لمصر، محمد صلاح كابتن المنتخب ومحمد الشناوي كابتن الاهلي. الاثنين احتضنوا حمزة عبد الكريم بشكل اكثر من رائع، وفي كل يوم الاثنين بيساعدوه، بيسألوه، بكل ما يتمناه الاثنين بيحققوه له. وهي دي الروح العظيمة اللي موجودة عند لاعبي منتخب مصر، وان شاء الله ان شاء الله يكون مستقبله كبير 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 في الفترة المقبلة. على طريقة أغبى خلق الله، المفروض ان جماهير نادي بورتو البرتغالي الفائز